كانش حد يتصور اللي هيحصل ده. موسيقارنا الكبير الحبيب موسيقار حلمي بكر لما توفاه الله للاسف الشديد حصلت مشاكل، الناس كلها اتكلمت عنها وفي اطراف كتيره تدخلت في الموضوع، وهو يعني اللي خلى الناس كلها تقول ايه ده؟ معقول يا جماعه؟ ده الموت ليه حرمه، حتى العزاء فيه حرمه. انا اللي شفته من اطراف كتيره حقيقي ما عجبنيش، وعشان كده انا مش هخش في مشاكل. انا حقيقي هدي النهارده مساحه وفرصه لارملته ان هي تتكلم عن اللي حصل. اتفضلوا معايا وشوفوا سماح مراته قالت ايه عن اللي حصل. البقاء والدوام لله وحده، وربنا يرحمه ويغفر للمرحوم الموسيقار الراحل. بالنسبه للجدل والشوشره الاعلاميه اللي انا بسميها خطه اعلاميه فاشله، لاني انا ليس لي علاقه بالوسط الفني، لا انا فنانه ولا مطربه، فبالتالي يعني ليه بيحصل ده؟ ده بيحصل على بيهز تاريخ حلمي بكر، ما بيهزش تاريخ سماح القرشي، لان سماح القرشي ليس له علاقه بالفن. والمرحوم كان ليه كلمه دايما يعني جميله جدا بيقولها، يقول لي ما ترديش على الناس دي لان ده بيعليهم وبياخدوا من تاريخي ويعلوا بيه، فما يصحش ان احنا نرد على الرديء بالرديء زيه. انا طلعت تصريح الدفن وشهاده الوفاه واخدت الجثمان في الاسعاف ومشيت. تم الهجوم عليا في الطريق، انا اللي استنجدت بالكمين وانا ماشيه، لاني قلقت ان يحصل مشاكل ما بين الناس اللي ماشيه رايحه تعزي وبين الناس اللي جايه تهجم علينا. هجموا على الاسعاف بطريقه مش كويسه خالص، فاضطريت ان انا استنجد بالشرطه. انا قاتلت علشان انا ما احطش الجثمان في الثلاجه، بس للاسف ما عرفتش اعمل حاجه. استاذ حلمي كان مانع مصطفى كامل من دخول البيت بناء على رغبتي، عشان هم كانوا سبب في خلافات 2019، هم سبب الشوشره الاعلاميه اللي تمت في 2019، زي بالظبط نفس الشوشره الاعلاميه اللي احنا فيها في الوقت الحالي. هو اللي حصل وقالوا بلطجيه وقالوا هو ده اللي بيحصل دلوقتي. ده متحف حلمي بكر وهيبقى متحف حلمي بكر، ومش هنفرط فيه تحت اي ظرف، ومحدش هياخد منه سنتي واحد. هشام واصله حاجات مغلوطه، واكيد هيعرف الصح فين وهيتراجع عن اللي بيعمله، وبالفعل هو يعني كان اهم حاجه عنده يدفن جثمان باباه وياخد عزا باباه. عايش في امريكا ما بينزلش كتير، وصل له كلام مغلوط من نفس الاشخاص اللي عملوا الحمله الاعلاميه الشرسه الرديئه المبتذله. وطبعا كل حد هيتحاسب على كل حاجه عملها، بس في وقته، لان ده وقت عزا ووقت دفن. ثم هشام حلمي بكر ورهام حلمي بكر شايلين اسم حلمي بكر. طبعا انا سعيده جدا ببنتي وباباها، وهي مبسوطه ريهام جدا وهي في حضن باباها. الحمد لله الحمد لله. ربنا كل محنه وتتربى ريهام ولاقي حلها، زي ما يكون بيقول لي اطمن ما تخافش.